هنعمل ريفيو مع بعض عن كبة سكاني. الكبة دي صراحة جميلة جدا، انا طلبتها اونلاين. هنفتحها مع بعض ونشوف شكلها عامل ازاي. هنشوف دلوقتي الكبة عاملة ازاي. الغطا بتاعها اكليريك علشان تشوف الحاجة وهي بتتضرب معاكي، وجاي معاها هنا سكينتين، ممكن تضربي بواحدة او تضربي باتنين براحتك، ولها جوارب علشان بعد ما بتخلصي الحاجة بتاعتك بتعينيها فيها. تمام. الحلة دي 5 لتر، في منها 3. تمام. ولازم الغطا يعمل تكة معاكي علشان يتركب معاكي صح. وده الموتور بتاعها، ولها هنا جوان علشان يثبتلك الكبة وانت بتضربي ما تتحركش معاكي. الموتور بتاعها 800 واط. تمام. ولها كذا سرعة. اللي معمول عليه رقم 1 ده 800، واللي معمول عليه 2 ده 400 واط، والسرعة التالتة دي لتقطيع الحاجات الخفيفة. وده شكل الحلة، ستانلس مختوم، صراحة نضيف جدا. دلوقتي هوريكم الموتور بتاعها لازم يكون معدن، ما يكونش بلاستيك علشان يعيش معاكي فترة طويلة. الكبة دي مش دعاية، انا بس حبيت اوريكم اللي انا جبتها علشان كنت محتاجة واحدة كبيرة. الساعة بتاعتها 5 لتر، وفي 3 لتر لو الأسرة بتاعتك صغيرة، لو انت يعني كمان مش حباها كبيرة. تمام. شايفين الحلة بتاعتها كبيرة ازاي، وكمان انا اخترتها ستانلس علشان الاكليريك دايما بيقع منك وبيتكسر، فبيتكسر غصب عننا، عشان كده انا اخترتها ستانلس. وبيجي معاها كمان الكتاب بتاعها او الكتالوج بتاعها. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد.